طيب الفنانة نجوى فؤاد لو الزمن رجع بحضرتك تاني بأمانة، وأنا عارف إن أنتِ صريحة جدًا، إمم. بأمانة هتبقي فنانة استعراضية والزمن ده هتعيديه تاني والّا في حاجات دي هتعمليها؟ عودة الندل بقى. لأ ما أقصدش أنتِ لا العفو، أنا قصدي لو الزمن رجع أرجع إزاي أعمل لأ بُصّي استعراضات وأعمل لا ما أقصدش كده كده. أنا اس تربية ل البولشوي بُصّي يا مع فندم، لأ القومية. أنا قصدي لو الزمن رجع بيكِ تاني ورجعتِ إسكندرية مع باباكِ آه. لمّا سِبتِ البيت أنتِ ومرات أبوكِ هاختار إن أنا أبقى نجوى فؤاد مش عواطف محمد عجمي، تمشي الطريق وهامشي الطريق وهترقصي وهتعملي الأفلام. وهافحت الحجر وهانجح. أنا قُلت لأهلي لو ما نجحتش اقتلوني. لأ أنا مش قصدي كده، أنا قصدي أنتِ ما ندمتيش على أي حاجة عملتيها؟ ما فيش أي ندم، مقتنعة باللي حضرتك عملتيه. باللي أنا عملته، تمام عشان وما كده عملتش حاجة سيئة في لأ مش حياتي الحمد قصدي، أنا لله. باتكلم لو الزمن رجع هتختاري تبقي دكتورة والّا فنانة استعراضية؟ لأ، فنانة استعراضية. يعني الطريق ده كله أنتِ راضية طبعًا، عنه. طبعًا. تمام.